أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي. تلميذة تجرد أستاذة للتربية الإسلامية من ملابسها أمام التلاميذ. وقبل الخوض في التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد. أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عبر مكتبها المحلي ببيوغرا اعتداء وصفته بالشنيع طال أستاذة لمادة التربية الإسلامية من طرف تلميذتها داخل القسم، مؤكدة أن الأخيرة جردت الأستاذة من بعض ملابسها أمام التلاميذ في حادث أثارت استياء واسعا داخل الوسط التربوي. ووفقا لبيان النقابة فإن الحادثة وقعت يوم الأربعاء 12 مارس 2025، حيث قامت تلميذة بمهاجمة أستاذتها بشكل عنيف داخل الفصل دون مراعاة للقوانين الداخلية للمؤسسة. الاعتداء تسبب في إغماء الأستاذة، مما استدعى نقلها إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف لتلقي العلاجات الضرورية. وأكدت النقابة أن هذه الواقعة تنضاف إلى سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تستهدف الأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية. وأعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم ببيوغرا تضامنه المطلق مع الأستاذة الضحية والتنديد الشديد بهذا الفعل الشنيع. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد.